في الليل والجو هادي وفي الوقت اللي كان فيه اتنين حبايب مستغرقين في مشاعرهم مع بعض، كان في شخص غامض قاعد مستني بصبر. أول ما الجو خلي والولد مشي، دخل البيت وسحب سكينة وبشكل صادم هجم على البنت وقعد يطعن فيها بقوة لحد ما وقعت جثة هامدة على الأرض. وهو خارج من البيت وصل مستر وميسيس مايرز وشافوه، ولما شالوا الماسك التنكر بتاع الهالوين اتصدموا لما لقوا الصغير مايكل هو اللي واقف وماسك السكينة الغرقانة دم. بعد سنين وفي وسط مطر شديد، كانت في ممرضة بتسوق ورايحة المكان ومعاها الضابط الدكتور اللي قاعد جنبها بيديها تعليمات. سألته ايه اللي متوقعينه لما يقابلوا المريض اللي بقاله سنين معزول. هي كانت قلقانة، بس الدكتور طمنها وقال لها ان المريض ده ما نطقش بكلمة واحدة من 15 سنة، فما فيش داعي للقلق، بس حذرها تكون حذرة في التعامل معاه. لما قربوا من المنشهة الجو بقى مقبض، لقوا المرضى بيتحركوا بحرية بره، وده قلق الدكتور جدا ونزل يشوف البوابات. في اللحظة دي واحد من المرضى نط فوق سقف العربية وقعد يخبط على الشبابيك، والممرضة حاولت تبعده بقوة وداست بنزين بالغلط، فالعربية اتحركت شوية قبل ما تهرب من الباب التاني. وبمنتهى الهدوء الشخص الغامض ركب العربية الفاضية وسقها ومشي، وساب الدكتور واقف مصدوم ومش فاهم ازاي مريض ما بيتكلمش من سنين قدر يسوق العربية ويمشي. بعد كام يوم ظهرت لوري، بنت شابة كانت بتدردش مع طفل عن بيت مايرز المعروض للبيع. الطفل قال لها ان البيت ده مسكون وقصصه تخوف ومحدش هيشتريه، بس هي ما اهتمتش وراحت تسيب المفاتيح عند الباب، وهي مش دريانة ان في حد بيراقبها من جوه البيت وبيتنفس بقوة وهو بيتفرج عليها وهي بتمشي. الدكتور بدأ يعمل حالة طوارئ وكلم واحد في المنشأة يحذره من المريض اللي هرب، والتاني كان بيحاول يستخف بالموضوع، بس الدكتور رد بقوة وهو متنرفز وقفل عليه اي حجة واكد له انه شافه بعينه وهو بيسوق العربية وبيهرب. بعد المدرسة شوية عيال رزلة اتلموا على واحد زميلهم وقعدوا يتريقوا عليه لحد ما واحد كعبله ووقعوا على الأرض. العيال جريوا وهم بيضحكوا، وفجأة ظهر الشخص الغامض قدام واحد منهم، بس سابه يمشي وفضل مركز مع الولد اللي كان بيتنمروا عليه، وعدى من جنبه بالعربية وهو بيراقبه بتركيز قبل ما يجري بسرعة. الدكتور لسه قلقان فكلم البوليس عشان يحذرهم من الخطر، بس محدش أخد كلامه جدي، فصمم وقال لهم إنه عارف المريض ده وعارف تفكيره كويس وإنه أكيد هيظهر في المكان. وهو بيلف لمح عربية مركونة بإهمال، ولما راح يشوف لقى هدوم مرمية على الأرض وآثار بتأكد إن في حاجة غلط حصلت. بسرعة ساب المكان وهو مش عارف إنه نجا بأعجوبة من إنه يكتشف جثة مستخبية في الزرع. لوري وأصحابها وهم راجعين من المدرسة لمحوا عربية وراهم ببطء مريب. لوري افتكرت إنها شافت نفس العربية مركومة قدام المدرسة وهي في الفصل، وده خلاها تقلق بقوة. صاحبتها آن اللي لسانها طويل شوية حدفت كلمة سخيفة للسواق، هو وقف لحظة وما عملش حاجة وكمل طريقه. لما كل واحدة راحت بيتها لوري لمحت الراجل تاني واقف ورا شجيرة صغيرة، ولما ندهت على آن عشان تشوفه ما لقيوش حد. لوري كانت متأكدة من اللي شافته بس سكتت. أول ما دخلت البيت بصت من الشباك واتصدمت بواحد متنكر وماسك ماسك بيراقبها، وفي ثانية اختفى، وده خلى الرعب يتمكن منها. التليفون رن ولما ردت محدش اتكلم، فخافت أكتر لحد ما اكتشفت إنها صاحبتها بتهزر، فهديت شوية. بعدها جهزت نفسها ونزلت ركبت مع صاحبتها العربية. في الوقت ده الدكتور قرر يتحرك بنفسه وراح مداخل المدينة وسأل عن قبر جوديث مايرز أخت مايكل، ولما وصلوا هناك اتصدموا لما لقوا الشاهد القبر مخلوع ومسروق. البنات كملوا طريقهم بالعربية وما خدوش بالهم إن العربية المشبوهة لسه ماشية وراهم بالظبط وما وقفتش إلا لما وقفوا يكلموا أبو آن اللي هو الضابط بتاع المدينة. الضابط حكى ليهم عن عملية سرقة في محل خردوات، والحرامي أخد ماسكات هالوين وحبال وسكاكين. الضابط أخد الموضوع ببساطة وقال دي عيال بتهزر، بس بنته ما كانتش مقتنعة إن كل ده هزار مراهقين. بعد ما البنات مشيوا الدكتور قابل الضابط وطلب يحكي له عن مخاوفه. البنات كملوا طريقهم، وآن كانت بترخم على لوري وبتشجعها تكلم الولد اللي بتحبه عشان يروحوا الحفلة سوا، وكل ده وهم مش حاسين باللي بيراقبهم من بعيد. الدكتور أخد الضابط لبيت مايرز وهناك لقى أكل لسه دافي، وده معناه إن في حد كان في البيت من دقايق. وهم في الدور اللي فوق حتة خشب وقعت من الشباك وكسرته، وده خلى الدكتور يتوتر ويطلع مسدسه بسرعة عشان يأمن نفسه، بس طمن الضابط ووراه رخصة السلاح. الدكتور حكاله إن الأوضة دي هي اللي البنت اتقتلت فيها من 15 سنة على إيد أخوها اللي كان مريضه، ووصف الولد إنه ما عندوش مشاعر ومستحيل يتصلح، ووصف عينيه بإنها عيون الشيطان. الدكتور عرض يفضل مستني المريض لحد ما يرجع، وطلب من الضابط يخلي رجالته يتحركوا بصمت وما يعملوش شوشرة في المدينة. في نفس الليلة لوري كانت قاعدة بتربي طفل بيبي سيتنج، وكلمتها آن تبشرها إنها كلمت الولد اللي بتحبه وظبطت لهم ميعاد للحفلة. الكلب بتاع آن بدأ يهوهو جامد
وهي مش واخدة بالها خالص إنه بيدي إنذار لوجود الشخص الغامض اللي بيلف حوالين البيت. في الناحية التانية الطفل اللي مع لوري لمح خيال واقف قدام البيت اللي قصادهم، بس لما ندهت لها عشان تشوفه لوري ما لمحتش حد. آن وهي لسه بتتكلم في التليفون دلقت حاجة على لبسها واضطرت تغيره في مكانها، وفي اللحظة دي الشخص الغامض ظهر عند الشباك وخبط فازة بره عشان يشد انتباهها، بس لما بصت ما لقتش حاجة تقلقها. الكلب بقى قرر يواجه الدخيل بنفسه وراح له وهو بيهوهو بقوة، بس فجأة الصوت انقطع تماما وللأبد. وآن ارتاحت لما الدنيا هديت وهي مش عارفة الكارثة اللي حصلت بره. آن راحت أوضة الغسيل في آخر المكان وفجأة الباب اتقفل عليها واتحشر. ندهت على أختها الصغيرة تساعدها، بس البنت كانت مستغرقة قدام التلفزيون وما فاقتش غير لما بول اتصل بالبيت. البنت راحت تبلغ أختها بالرسالة، لقت آن محشورة عند الشباك بشكل يضحك وهي بتحاول تهرب، فساعدتها تخرج. آن رجعت البيت الأساسي وكلمت بول وبدأوا يهزروا ويقربوا من بعض في الكلام واتفقوا يتقابلوا في بيتها، وده معناه إنها لازم تروح تجيبه. آن ودت أختها عند لوري عشان تفضل مشوارها، وكل ده والبوجي مان أو البعبع قاعد بيراقبهم في صمت وهو مصمم يكمل لعبته. آن رجعت البيت وجاية تركب العربية، فجأة الشخص الغامض ظهر وراها وبمنتهى الغدر قضى على لحظتها وخلاها تقع جثة هامدة على كرسي العربية، وبكده كل خطط السهرة بتاعتها اتلغت. وبما إننا في ليلة الهالوين واحد من العيال حاول يعمل مقلب في التاني، بس لمح نفس الشخص الغامض واقف قصادهم فتجمد مكانه من الرعب. نده على لوري تاني بس هي صممت إن مفيش حاجة بره وما صدقتوش. في الضلمة الدكتور كان لسه مستني عند بيت مايرز لحد ما الضابط رجع له. الضابط كان لسه مشكك في تحذيرات الدكتور عن المريض اللي هرب، بس إصرار الدكتور خلاه يوافق بصعوبة إنه يفضل معاه الليلة، وهو بيتمنى في سره إن كل ده يطلع إنذار كاذب. في الوقت ده أخت آن وصلت البيت مع صاحبها وهم مش دريانين إن المختل بيراقبهم في صمت. الولد خرج يجيب حاجة يشربها فقابله الشخص الغامض وخنقه ورفعه من على الأرض بقوة وغرس سكينة في جسمه ثبتته في الحيطة. البوجي مان تنكر في لبس شبح ودخل الأوضة للبنت وهي افتكرته صاحبها بيهزر معاها. طنشت سكوته المريب وطلبت لوري في التليفون عشان تدردش معاها، وفجأة المجرم هجم عليها وخنقها بسلك التليفون لحد ما فقدت الوعي. في الوقت ده لوري بدأ يدخل قلبها القلق وهي سمع أصوات غريبة في التليفون. بصت ناحية البيت وطلبت صاحبتها تاني بس محدش رد، فرجعت تركز مع الأطفال اللي بتربيهم. الدكتور وهو بيراقب بيت مايرز لمح العربية اللي اتسرقت منهم واتأكد إن المريض هرب لهنا وبدأ يتحرك فورا. الفضول أخد لوري وراحت تشوف فيه إيه في بيت صاحبتها آن. قعدت تدور في البيت وهو فاضي لحد ما دخلت أوضة النوم وهناك لقت المصيبة. صاحبتها جثة هامدة على السرير وشاهد قبر جوديث مايرز محطوط عند راسها بمنتهى الرعب. صرخت بأعلى صوتها وهي بترجع لورا، وفجأة جثة الولد نزلت متعلقة من السقف قدامها والصدمة كانت هتموتها. وهي بتجري برعب دخلت أوضة تانية لقت دولاب بيتفتح وبيظهر منه جثة تالتة. فقدت السيطرة على نفسها وقعدت تصوت، وفي اللحظة دي ظهر الشخص الغامض وهجم عليها بالسكينة وبالعافية الضربة جت في قميصها وقطعته وهي بتفلت منه. طلعت تجري على السلالم بس كعبلت ووقعت وقعة قوية للدور الأرضي. الأبواب كلها كانت مقفولة والبيت بقى زي المصيدة، بس هي بسرعة كسرت إزاز الباب من جوه وفتحته من جوه وهربت لليل وهي بتصرخ تطلب النجدة. خبطت على بيوت الجيران بقوة بس محدش رد، فجريت بأقصى سرعة لبيتها لقت الباب مقفول والموت بقى قدام عينيها. قعدت تتحايل على الأطفال يفتحوا الباب وصوتها بدأ يروح من الرعب، وفي آخر ثانية قبل ما المختل يوصل لها الباب اتفتح ودخلت جري. طلعت الأطفال لفوق بسرعة وجريت تكلم التليفون لقيته مقطوع. وفي اللحظة دي لوري قررت تدافع عن نفسها بقوة وضربت البوجي مان ضربة قوية خلته يقع على الأرض من غير حركة. الدنيا هديت للحظة وكأن كابوس الهالوين انتهى أخيرا. في الشارع الضابط قابل الدكتور والدكتور بلغه بمنتهى السرعة إن المريض الهارب موجود في المربع السكني ده. جوه البيت لوري بدأت تاخد نفسها وبدأت تصدق إن الكابوس انتهى خلاص، بس أول ما رفعت عينيها لقت المصيبة. الراجل قام تاني على رجله وبدأ يقرب منها وكأن مفيش حاجة حصلت. في حالة رعب جريت بالأطفال ودخلتهم أوضة تانية وقفلت عليهم وطلعت تجري في اتجاه تاني واستخبت جوه دولاب. المقنع مشي وراها وكسر حتة من باب الدولاب وبدأ يمد إيده بعمى عشان يوصل لها. وفي لحظة يأس لوري ضربته بسلاح كان في إيدها فارتبك ورجع لورا والسكينة وقعت منه
منه وهو بيقاوم، سحبت السكينة وغرزتها فيه بكل قوتها فوقع على الأرض تاني. المرة دي كانت متأكدة إنه مات، فطلبت من الأطفال يجروا بره البيت ويطلبوا المساعدة من الجيران، وفضلت هي مكانها بتحاول تستوعب اللي حصل وتلم شتات نفسها. ثواني بس ولقت الشخص ده وراها تاني، وإيديه بدأت تخنق رقبتها وتكتم نفسها وهي بتحاول تقاوم بعجز. في الوقت ده الدكتور كان بيلف في الجنينة وسمع صراخ الأطفال وهم بيطلبوا النجدة، فجري بسرعة واقتحم البيت، ومن غير تردد ضرب كذا رصاصة في جسم الراجل المقنع. قوة الرصاص رجعته لورا لحد ما وقع من البلكونة ونزل في الحتة الضلمة تحت. الدكتور جري على لوري وطمنها إن كل حاجة خلصت والشر انتهى، وهي صدقت كلامه وبدأت تهدى. بس هو راح يبص من البلكونة عشان يتأكد من جثته، وهنا كانت الصدمة. الأرض كانت فاضية والجثة ملهاش أثر. البوجي مان اختفى تاني وكأنه ملوش وجود. الخوف الحقيقي مش في اللي بنشوفه، بس في اللي عارفين إنه موجود ومستخبي في الضلمة مستني لحظة غفلة. الشر لما بيكون ملوش ملامح بيتحول لكابوس ما بينتهيش، وزي ما الشر ما بينتهيش متعتنا معاكم لسه مكملة. لو الرعب ده لسه ما بردش نارك اضرب لايك بقوة رصاص الدكتور واشترك في القناة عشان ما تفوتش أي لحظة تحبس الأنفاس. كل الغموض والتفاصيل دي وأكتر مش هتلاقيها غير عندنا وبس في عراب الأفلام.